النهارده يا جماعة الفيديو التحليلي لليو اس 30 بتاريخ 1/4 أو أول يوم في شهر إبريل. زي ما قلت لكم قبل كده إن التحليل الأساسي واحد من الحاجات المهمة جدا إنك قالوا أول حاجة تبتدي بيها الأسبوع بتاعك. ما ينفعش تبتدي الأسبوع بتاعك غير لما تعمل التكنيكال أناليسيز والفول أناليسيز والتحليل على الويكلي وعلى الديلي علشان تعرف أنت هتروح فين بقية الأسبوع، وعشان تستنى الكي ليفلز اللي احنا بنحددها وبنحطها مع بعض وتشوف الرياكشن بتاع البرايس بتاعها في الايام محدده، سواء في ايام فيها اخبار او ايام في وسط الاسبوع، وتشوف بعد كده البرايس هيحترمها ولا مش هيحترمها، علشان يبقى عندك كده رؤيه من اول الاسبوع لاخر الاسبوع ايه البرايس اكشن هو رايح فين. وزي عادتنا كده بنبتدي اول حاجه بالشرط الاسبوعي. بفتح اليو اس 30 على الشرط الاسبوعي واشوف الاسبوع الاولاني في شهر ابريل كده، الاسبوع التريدنج اللي احنا فيه ده هيبقى فيه ايه، او ايه التوقعات بتاعتي او الاكسبانشن بتاع الاسبوع ده، هيتمدد لفوق ولا هيتمدد لتحت. خلي بالكم الاسبوع ده الاسبوع الان اف بي في خبر مهم جدا، اللي هو خبر الان اف بي اللي هو البطاله بتاع امريكا، وده خبر بيحرك الماركت بطريقه مرعبه يعني. بس احنا برضو وات ايفر اللي هيحصل ايه او وات ايفر في اخبار ايه، احنا لازم يبقى احنا عندنا الاناليسيس بتاعنا والتكنيكال اناليسيس بتاعنا، اللي احنا لازم يبقى عندك كده رؤيه والكي ليفلز اللي انت حاططها ومستني تشوفها ايه اللي هيحصل فيها. طيب خلونا نبتدي كده بالويكلي اناليسيس، شوف الشارت كده ايه اللي ممكن يحصل فيه بتاع الاسبوع ده. زي ما انتم شايفين كده الاسبوع اللي فات كان فيري بولش، والاسبوع اللي قبليه كان فيري بولش، يعني كان في حاله صعود قويه جدا. انا شلت كل الكي ليفلز قبل كده عشان بحب اعمل كل حاجه قدامكم، انا بحلل ازاي وبشوف ايه اللي انا شايفه. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده احنا بنعملها كجاب، بنشوف البرايس بيحترمها ولا مش بيحترمها. وزي ما انتم شايفين ان الاسبوع اللي قبليه جه عند نص الوكايه طبعا، وكان فيري بولش وطلع وكسر كمان الوكايه بتاعت الاسبوع اللي قبليه. فاحنا لغايه دلوقتي في حاله صعود قويه جدا، مفيش اي حاجه على الهاي تايم فريم تقول ان احنا آه، في حالة هبوط أو هنبتدي حالة الهبوط لغاية دلوقتي. فاحنا كل ده لسه في حالة صعود، ودي الأسبوع بتاعي اداني انديكيشنز مهمة جدا. أول حاجة إن احنا في حالة صعود قوية، لأن حتى نص الوكاية اللي هنا البرايس ما احترمهاش وكمل صعود، وكمل صعود لغاية فين، لغاية ما كسر كمان آه الهاي بتاعت الأسبوع اللي قبليه. ده معناه إن احنا لسه مكملين شوية كمان لفوق على على الويكلي ده اللي باين قدامنا. اوكي. طيب لو البرايس حب ينزل، يحب ينزل يروح لفين، احب اشوفه في الحتة دي. ده اول كي ليفل انا هحطه ليا، اللي هي نص الوكايه بتاعت الاسبوع اللي فات. لو حب ينزل يشوف يرد من عندها، يتست الجاب دي، يشوف اذا كان الجاب دي يستخدمها از سبورت لايدية الطلوع او لفكرة تكميل الطلوع بتاعت السعر. فده اول كي ليفل انا هشوف البرايس عنده هيعمل ايه بعد ده. طبعا ده اداني انديكيشن احنا لسه في حاله صعود، واداني انديكيشن اكتر بس لو حصل ريتريسمنت او حصل اعاده تصحيح للسعر على الاسبوع، انا هشوف الكي ليفل واحد وادي اتنين. وطبعا في هنا سيل سايد ليكويديتي او اوردر بلوك مع سيل سايد ليكويديتي طبعا. ده لو البرايس حب ينزل نشوف الدنيا فيها ايه. ده بالنسبه للويكلي. فانا كويكلي انا شايفه متجه حاله صعود لسه. طبعا لسه النهارده يوم الاثنين ولسه فتحت الاسبوع ولسه في انديكيشنز كبيره قوي هناخدها، خصوصا ان في كام خبر جاي. بلس قلت لكم ان خبر ان اف بي ده هيبقى يوم الجمعه، وده خبر بيبقى قوي جدا بيحرك السوق بطريقه قويه جدا. هننزل على الشارت الديلي او الشارت اليومي ونشوف ايه الشكل بتاع الشارت عامل ازاي. خلينا نبص بقى كده بصه على على الشارت الديلي، ونشوف البرايس لو حب يعمل اعادة تصحيح يعملها فين. زي ما انتم شايفين كده طبعا البرايس عمل اكسبانشن لفوق، وبعد كده ريتريسمنت اعادة تصحيح لغاية هنا، لغاية الفير فاليو جاب دي. بعد كده راح مكمل تاني وهانت الباي سايد ليكويديتي اللي هنا. طيب هل هيهانت الباي سايد ليكويديتي وينزل يعمل اعادة تصحيح ولا هيكمل على طول؟ ده سؤال. طيب علشان نعرف ده، واحد ان هو النهارده يوم الاثنين، فعشان كده قلت لكم كده كده يوم الاثنين مش يوم تريدنج، مش يوم تقدر تخش فيه الماركت بأريحية يعني. بس هو يوم تقعد تتفرج عليه تشوف كده البرايس هو عايز يعمل ايه، او يعني فتحة النهارده
يوم الاثنين عامه سواء نيويورك اي ام او بي ام سيشن، انت بتبقى قاعد كده بتشوف ايه الكي ليفلز ان البرايس راح لها وبيحترمها ولا لا. يعني ايه؟ هشرحها لكم. يعني النهارده يوم الاثنين، وانا حاطط الكي ليفل ده بتاعت الهاي بتاعت الاسبوع اللي فات، هو كسرها وطلع لفوق. طبعا لما يطلع لفوق انا انزل كده على على ال1 اور، اشوف هل طلع لفوق وكسر ماركت ستراكشر علشان نستخدمها بعد كده، ان هي يعني كده شيفت في الماركت ستراكشر وهو ممكن ينزل. ده مش منظر يقول الكلام ده، ان هو طلع وكسر وعمال ياكمليت، مفيش اي حاجه تخليه عارف تقول امتى لما هو ممكن يبتدي يفكر في النزول. لو هو كان عمل ديسبليسمنت لتحت وكسر الاوردر بلوك ده، تبتدي هنا تقول والله كده في ماركت ستراكشر شيفت. بس طالما مفيش ماركت ستراكشر شيفت يبقى احنا لسه في فكره الطلوع. طيب طبعا لسه يعني نيويورك سيشن لسه ما فتحتش، بس احنا بنشوف ايه الكي ليفلز اللي احنا نستناها عنده. فادي اول حاجه، اول كي ليفل بنشوفه اهو، لسه ما فيش اي شيفت في الماركت ستراكشر، وعندنا فير فاليو جاب عظيمه هنا عايزين نحددها برضو عشان تبقى كل حاجه باينه. لو البرايس حب يعمل اعاده تصحيح وينزل يلم اوردرات من تحت او يعمل ريبرايسنج وبعد كده يكمل، هينزل ادي كي ليفل هنا الفير فاليو جاب دي الاولانيه. وفي فاليو جاب التانية اللي هي عند الديسكاونت اللي هي هنا دي، او كل دي نقدر نسميها فير فاليو جاب يعني لو عايز ناخدها كلها من على الاوردر بلوك. فممكن ينزل عند نص الفير فاليو جاب دي يريبرايس عندها وبعد كده يكمل طلوع، او يحب ينزل لغايه الاوردر بلوك يريبرايس عندها. وهنشوف هنا الكي ليفل ده برضو على اللو تايم فريم، يعني على ال 15 او ال 5 مينتس، هل احترمها ويطلع يكمل لفوق ولا ممكن يكسرها. ولو كسر الاوردر بلوك ده ساعتها يبقى احنا عندنا سيل سايز ليكويديتي هنا يقدر ينزل لها مع الفير فاليو جاب. ده كده انت عندك كده رؤية واضحة وصريحة للأسبوع بتاعك. ليه بقول كده؟ عندك نمرة واحد، هرجع بس للديلي شارت، لأن الديلي شارت ما عملناش فيه كام حاجة لسه. الديلي شارت بيقول لك إن إحنا لسه في حالة صعود، والويكلي شارت بيقول لك إحنا في حالة صعود. طيب عندي هنا دي الفير فاليو جاب اللي على الوان اور، شايفين طبعا الفير فاليو جاب مش على الديلي مش باينة، بس هي على الوان اور طبعا باينة. هشيلها دلوقتي بس عشان نفهم الديلي إيه اللي بيحصل فيه. الديلي اللي بيحصل فيه ان احنا حطينا نمرة واحد دي نص الوكايه بتاعت الاسبوع اللي فات، فاكرين؟ من هنا، فدي اصلا على الفير فاليو جاب الديلي دي مهمه قوي. واعتقد ان البرايس ممكن يروح يعمل عندها اعاده تصحيح ويبتدي ينطلق من عندها. فبما اننا يوم النهارده يوم الاثنين واوريدي البرايس طلع لفوق كده، وشفنا على الوان اور ان هو ما عندوش اي ويلنج ينزل وما كسرش اي ماركت ستراكشر حتى على الوان اور، فاعتقد ان احنا لسه مكملين يوم الاثنين لفوق، وممكن الثلاث كمان يبقى لفوق، وبعد كده نبقى نشوف الاربع والخميس ايه اللي هيحصل فيه. ده كده بصفه عامه اناليسز على الوان داي او على الديلي شارت بتاعت اليو اس 30. هستنى اشوف البرايس هيعمل ايه في الفير فاليو جاب دي، هل هيحترمها ولا لا. فلو احترمها ولقيت فيه ابتدى ينزل هنا ويحترم الفير فاليو جاب او نص والكاب بتاعت الفير فاليو جاب مع الاوردر بلوك وابتدى يطلع تاني، فاحنا لسه كده مكملين زي ما احنا، يا اما هيكسرها وهيبتدي ينزل نشوف الفير فاليو جاب اللي هنا في فير فاليو جاب شايفينها على الديلي دي، في واحده هنا برضو، دي برضو هتبقى المنطقة دي هتبقى منطقة قوية جدا، هو ممكن ينزل يعمل عندها إعادة تسعير ويبتدي ينطلق تاني، لأن دي هتبقى في الديسكاونت بي دي ار اي. كده بشكل عام ايه اليو اس 30 هيعمل ايه. وطبعا اليو اس 30 واليو اس 100 واليو اس 500 بيبقوا غالبا ماشيين مع بعض في نفس الاتجاه او في نفس الترند على الوان اور. وشفنا احنا مستنيين نشوف ايه في يوم الاثنين. طبعا بقية الاسبوع احنا عينينا على ان هو لسه مكمل بولش، وقلنا لو هو هينزل يرد هيرد من انهي مناطق بالظبط. ودي مناطق هنشوفها بعد كده على اللو تايم فريم، بحيث ان احنا لو عايزين نخش صفقاتنا هنخشها من المناطق دي ونحط الستوب لوز بتاعنا فين والتارجت بتاعنا فين. ده بالنسبه لليو اس 30. اللي محتاج اي اناليسيس تاني ممكن يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.